السلام عليكم. مؤخرا كانت واحد الضجة لما بين الدكتور محمد الفايد وبعض المشايخ والفقهاء. أنا والله العظيم لهاد الضجة كنعتبرها صحية. علاش؟ لأن بيناتنا بزاف د العيوب. نعم، الدكتور محمد الفايد عنده سلبيات ديالو وعنده إيجابيات، ولكن بيناتنا بعض عيوب المشايخ والفقهاء. كنقول لك أنا بعض الشيوخ والفقهاء، ماشي كلشي. الحمد لله عندنا علماء في المغرب، عندنا شيوخ وفقهاء بارك الله فيهم جزاهم الله كل خير. هاد الناس ما غنهضروش عليهم، حنا غنهضروا على اللي ردوا على محمد الفايد واغلبهم. بالنسبه واحد مساله، الحمد لله الخلاف راه كاين والاختلاف كاين. راه كان في عهد الصحابه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام، كان في ما بين ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. كان هناك خلاف بينهم، وكذلك كان خلاف ما بين الأئمة الأربعة المشهود لهم الحمد لله المشهود لهم بالسيرة الطيبة. وكان اختلاف بينهم وخلاف، وكذلك علماء آخرين. وهادشي كامل الحمد لله من أجل رفع بهذا الدين. المهم أنا نتكلم في هذا الموضوع. بالنسبة للقضية فيها جدال كبير ما بين الدكتور محمد الفايد وبعض المشايخ، لهذا أريد أن أناقش الأمر. فأنا لست لا مع الدكتور محمد الفايد ولا مع من ينتقده، فبين الصفين متسع كبير للنقاش. أظن أن الدكتور محمد الفايد أراد إبلاغ رسالة مفادها أن طريقة التخصصات اليوم هي معضلة العالم الإسلامي التي جعلته متخلفة. لأن الفقهاء ومشايخ الشريعة والدراسات الإسلامية منغلقون غارقون في ذلك التخصص، منفصلون عن العلوم الكونية مثل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علوم الحياة والأرض، الإعلاميات. وكذلك المختصين في العلوم الكونية منغلقون في تخصصهم، ولا يدرسون الشريعة والعلوم الإسلامية. الحل هو الجمع بين العلمين لتخريج علماء يفقهون في العلوم بهذا التكامل. وأعطى أمثلة على ذلك، مثلا أيام إصدار الأندلس، أو على ابن سينا، ابن حزم، ابن رشد. المهم، إذا اتفقنا على أن رسالة الفايد التي أراد إبلاغها هي هاته، فأين المشكل؟ يبدو أن المشكل يكمن في أنه يبلغ هذه الرسالة مصحوبة بالانفعال والغضب وسب الفقهاء والمفسرين، ليس الأحياء فقط بل حتى الأموات الذين اجتهدوا وفق ظروف زمانهم وقدموا حلولا لمشاكلهم. أنا بكل صراحة كنعيب على الدكتور محمد فايد في بعض الأحيان. ما كيتكلم يقول لك مثلا لما عجبكش راس طيح الحائط، شرب ماء البحار، عبد شيخاك، ابن كثير، خزعبلات. ما غاديش نتبع الشيخ الألباني لأنه متشيع. بغيتو ما تقديو على الفايد. أنا عالم كنتحدى أي عالم، ما عندناش علماء في المغرب. أنا هنا كنقول بالنسبة للدكتور محمد الفايد بكل صراحة خطأتي في هذه المسائل هذه. خطأتي وخطأ كبير. أول شيء الغرور. الغرور شيء صعيب. ثاني شيء، راه أنت أعلم بقصة نبي الله موسى مع سيدنا الخضر. قصة معروفة. سيدنا الخضر على ما قالوا إن، المهم حد الآن ما عرفوش واش نبي ولا رجل صالح. المهم رجل صالح أعلم من نبي الله موسى. لهذا كنحاول ما أمكن، حاول تفادى الانفعال والغضب والسب والقذف والشتم تاعي. الدكتور محمد الفايد حتى وإن أخطأ فله كل الحق في الخلاف والاختلاف. ولو أخطأ لا يعطي لأحد الأحق في سبه أو التنقيص من قيمته، لأنه قدم الكثير رغم التهميش. أنا ما نقول رغم التهميش، راه تهمش بكل صراحة بزاف. راه السيد تبارك الله، راه ما نقولوش، راه واحد المستوى كبير تبارك الله.
وتهمش من ناحيه التلفازه ومن ناحيه الراديو ومن ناحيه بزاف الحوايج. المهم لمسائل اخرى ما غاديش نطرقوا ليها. لهذا المهم الرجل هميشه بكل صراحه، وخاصكم توقفوا معاه بكل صراحه، لان الحمد لله هو كيتكلم بواحد الحرقه وانتم كتكلموا بواحد الحرقه، وبغينا اللحمه تجمع، ولات جمعت الحمد لله، راه تخرجوا بافكار جميله وكذا. وما تنساوش راه عندكم تبارك الله اتباع كبيره اللي كيتبعوكم وكيتصنتوا لكم وكيسمعوا لكم. لهذا حاولوا الله يجزيكم بخير تكون هذه اللحمه تجمع باذن الله سبحانه وتعالى. المهم، او التنقيص من قيمته لانه قدم الكثير رغم التهميش، والرد يكون بالنصيحه وبالحكمه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان ناصحا لقومه، وكان يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. هذا الرسول عليه الصلاه والسلام يجيب واحد الرساله جميله صلى الله عليه وسلم. فالقدسيه لله تعالى ولكتابه، والإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بتقديس الأشخاص ولا, ولا إلى جعلهم أنبياء لا يخطئون. فليس كل من يتكلم عن كيفية الصلاة أو يتكلم في أمور الدين يسمى عالما. العلم له مكانته، والعالم هو من ينفع المسلمين بعلمه، بل يجب علينا التعلم الشامل فيما ينفع هذه الأمة والمضي بها قدما. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالقراءة فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالقراءة. أول آية نزلت هي اقرأ، والقراءة شاملة التفكير والابتكار والتجديد، وليس الجمود والاكتفاء بما قاله الأولون. خلاصة القول وبدون أي تعصب، أبو كل صراحة بعض الشيوخ راه فقهاء راه مؤخرا أنا تصنت لهم وسمعت لهم، والله العظيم هادشي كيحزوا في القلب. ما كتسمع بعد منهم كيسب ويعير وكينقص من القيمة ديال الآخر، وكاين اللي قال شعر جبد فيه العهر والعاهرة والرقص و وكاين اللي يخون السيد كاع تخائن الملك وللوطن. بالعكس، اذا باغي غير اللي يتكلم في شي نقطة وكان ربما على صواب او على خطأ، ولا تكلم مثلا في امور شي حاجة ما عجباتوش في البلاد نخونوه، لا يمكن. بالعكس، هاد الناس راه كلهم كيبغوا الملك، وهاد الناس كلهم عندهم غير على الوطن. الاختلاف والخلاف راه مسألة جميلة، بالعكس خالفني ونخالفك ونتحاور مع بعضنا، نتحاور مع بعضنا ونعطيك الحجة بالحجة والبينة بالبينة، ونشوف شكون يقنع الاخر. هادشي راه جميل، وهادشي دار الدكتور فايد بكل صح والله العظيم راه صحي، راه صحي بالنسبة لنا، راه باين بزاف العيوب. لهذا الله يرحم لكم الوالدين. الانسان ديما اللي بغى يتكلم شي حاجه ولا شي واحد ما عجبوش يحاول يتكلم، اييه تكلم وقول الراي ديالك، ولكن ما تسبوش وما تعيروش وما تنقصش من القيمه ديالو. كيفما كان دينه وعرقه ما عرفت شنو هو، واخا يكون ملحد تحاور معاه، والمثل بالمثل والبينه بالبينه والحجه بالحجه، راه بحال باش كنقدر نحترمك. المهم، الحقيقه عندنا فقهاء وليسوا علماء، لأن كل ما يقومون به هو الحفظ والسرد، وهذا يتضح جليا من خلال طريقة الرد. أرجو من فقهائنا الأجلاء أن يجتهدوا في تعلم لغة الحوار والجدال بالتي هي أحسن، دون استصغار أو تهكم. وقال تعالى: ولا تتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نحمد الله على نعمة الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.